يقطع مع ماض يتذكره الطرفان. طبعا المغرب حكومة وشعب متضررة من القذافي من يوم قدومه إلى السلطة من 69. القذافي لم يترك له صح، بل كان عدو للجميع، للشعب العربي والإسلامي والمغرب خاصة، والشعب المغربي يعرف شراسة القذافي. الحمد لله في هذه الساعة الطيبة أن القذافي إلى زبالة التاريخ، إلى النهاية، إلى الأبد. ونقدر دور المغرب في المستقبل. معنا المغرب شريك لنا في جامعة الدول العربية في المغرب العربي الكبير، تكون معنا عودتها إلى الاتحاد الأفريقي، سيكون عودتنا معها جميعا، وطرد شرذمة البوليساريو كذلك من الاتحاد الأفريقي، وتكون المغرب معنا ندخلها سويا إن شاء الله. الموقف المغربي كان موقف جيد، خاصة الموقف الشعبي كان موقف جيد وقوي جدا. موقف الحكومة المغربية كان ممتاز وكان مساند للشعب الليبي، ونحن دائما في تواصل وفي علاقات جيدة مع الشعب المغربي ومع الحكومة المغربية، دائما في علاقات اقتصادية وفي علاقات سياسية. إن شاء الله حتكون الأفضل في المستقبل، ونتطلع إلى علاقات أفضل في المستقبل إن شاء الله. انتصار الثورة وفق أرقام مؤقتة كلف نحو 35 ألف قتيل، أغلبهم من شهداء ثورة بنت المغرب وليبيا فضاء جديدا من التفاعل. نحن كشعب ليبي تربطنا علاقات قديمة جدا بيننا وبين الشعب المغربي. لدينا يعني علاقة مصاهرة وعلاقات اقتصادية واجتماعية كثيرة، ولا أستغرب مثل هذه المواقف يعني من قبل المملكة العربية المغربية في مساندتها لكل يعني الثورات يعني مساندتها في دفع الشعوب نحو نيل حريتها يعني. بين إطلاق النار ابتهاجا والخروج إلى الشوارع فرحة بالنصر، يقضي الليبيون ليالي رمضان. إلى جانب التجمهر في ساحة المحكمة حيث خرجت ثورة 17 من فبراير. يشترك المغرب إذن مع الشعب الليبي الفرحة بانتصار الثورة، ويؤسس الطرفان لعلاقة جديدة مبنية على التبادل المحترم، خاصة وأن الزيارة المغربية كانت أول وفادة عربية تصل إلى بنغازي بعد انتصار الثورة. محمد راضي الليلي وعبد الهادي السقيوي، الأولى من وسط بنغازي الليبية.